السلام عليكم، اخباركم؟ مزيانين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى يا ربي كلشي يكون صحه والسلامه. اليوم ان شاء الله يا ربي نشارك معكم هاد الباكيطات اللي ساهلين واقتصاديين وكيجيو محمرين ورطبين. بسم الله، نبدا معكم تحضير الوصفه اللي نشارك معكم اليوم ان شاء الله. غنحتاجو كاس الماء دافي، كاس الحليب دافي، غنضيف مغروفه كبيره د الخماره حبيبات، غنضيف مغروفه كبيره د السكر سنيده، السكر كيبقى على حسب الذوق. غنخلط المكونات مع لاطيتل، غندوب الخماره اللي عندي. هنا كون دوبت الخماره والسكر اللي عندي، غنضيف 2 مغارف كبار د الزيت، غنحتاج 4 كيسان دقيق، الكاس الثاني، الكاس الثالث، هذا الكاس الرابع. اذا نكونوا ضفنا 4 الكيسان ديال الدقيق اللي هو مغرب المقبل، غروفه صغيره د الملح. انا نجمع المكونات مع بعضيتهم. انا نجمع العجينه ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي بيد ما نجمعها. انا نكون جمعت العجينه اللي عندي، ها هي جمعتها مزيان. نحيدها من الطاوه، نحيدو العجينه اللي عندنا من الطاوه، كنرشو الدقيق سطح العمل. هنا نجمع العجينه اللي عندي، نجمع مزيان. اذا نكون جمعت العجينه، انا نجيب الطاوه دهناها بالزيت ونعمل فيها العجينه اللي عندنا. اذا نكون شديت على العجينه اللي عندي، غنخليها تخمر ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما تخمر. هنا نكون رجعت معكم بعد ما خمرت العجينه اللي عندي، هي تبارك الله خمره ضعف الحجم ديالها. هنا نخويوها من داك الهواء اللي فيها، يا تبارك الله خمره. خويوها مزيان داك الهواء اللي فيها. كنرشو الدقيق بسطح العمل باش نحيدو العجينه اللي عندنا من الطاوه. كنجمعوها مزيان. هنا نقسم العجينه اللي عندي في النص، هاد النص هذا غنحتفظ به. هنا نكون قسمنا العجينه اللي عندنا، غنجيو من هنا وغنجمعوا هاد النص هذا، غنجمعوها هيدا. هيدا كل جمعتها، كنرجع نجمع وحده اخرى عاود. كنجمع مزيان. كنجمع فيها هيدا حتى كنجمع مزيان. كنرشو الشيشه ديال الدقيق، وهيدا كل جمعتهم ها هما. هنايا غنخليهم يرتاحوا ونرجع معكم. هنا نكون رجعت معكم بعد ما تحت العجينه اللي عندي. دابا غنطلق العجينه، بسم الله.
المطلة واحد شويه يدير المطلة. انا كنت طلقت العجينه اللي عندي، ها هي. غنجيو غنشدها، كنضغط هنايا هيدا، هنا كنبقى نحربل هيدا، كنحربل كنحربلها كامله، كنجي لهنا كنشد هيدا مزيان، كنرجع نشد من هنا ما كنشدها نمشي من هنا، كنخليهم هيدا ما كنشدهمشي. هيدا نكون حربلتها، ها هي. نحتفظ بها هنايا، كنرجع نطلق وحده اخرى عاود، هنا كنطلق وحده اخرى عاود بنفس الطريقه اللي طلقت بها الاولانيه. هنا يكون طلقت العجينه، هي كنشد هنا مزيان هيدا، كنبقى نحربل هيدا، كنشد مزيان من هنا، ما كنشدش من هاد القناتي هادو، كنخليهم هيدا، كنقددهم غير واحد شويه هيدا. نكون جمعتها. دابا غنرجع مباشره نهزها ونعملها في الصينيه، وغنعملوها في الصينيه. هنا نكون عملتهم في الصينيه بجوج بيهم، ها هما. هنا نكون عملنا الخبيزات اللي عندنا في الصينيه، ها هما. كنزيدو نقددوهم واحد شويه. هنا نخليهم يخمروا ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي بعد ما يخمروا. هنا كنا رجعت معكم بعد ما خمروا باكيطات اللي عندي، ها هما تبارك الله خمرين وضعوا في الحجم ديالو. هنا عندها لهم الوجه ديالهم بالصفر البيضه والحليب. هيدا كون دهنتهم كاملين، ها هما دهنتهم جوج بيهم. بعد ما دهنتو غنجيب الموس، غنعمل واحد الفليحه هيدا، حنا كنعملوا لهم 3 فليحات، هيدا جوج من الجناب، هيدا وحده من الوسط، كنزيد وحده اخرى عاود هيدا من الجناب. هنا نكون فلحتهم بجوج بيهم، ها ما ندخلهم الفران يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي بعد ما يطيبوا. هنا كون رجعت معكم بعد ما جبت الخبز من الفران او الباكيت، شوف تبارك الله كيف جاو. شوف تبارك الله كيف كيجيو محمرين قرمشين. ننهز معكم واحده اخرى عاود باش تشوفوها حتى هي كيفاش جات. تبارك الله كيف كيجيو كاملين، جاو محمرين. غنحيدوهم الصينيه. هنا غنحيدو الباكيط اللي عندنا من الصينيه او الكمير. تبارك الله كيف كتجي. انا اقسمها معاكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل ديالهم، راه تبارك الله كيجيو مقرمشين، تبارك الله شحال كيجيو مقرمشين.
وهيدا نكونوا قسمناهم. تبارك الله كيف كيجيو. كيجيو خفافين قطنين رطبين. شفتوا تبارك الله كيف كيجيو مقرمشين رطبين. وهيدا نكون وصلت معكم نهاية الوصفه. كنتمنى يا رب الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم. السلام عليكم، تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله يا رب.